السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة كريب المحلات، عملناه بطريقة سهلة وبسيطة، ان شاء الله الطريقة تعجبكم. شايفين شكله حلو ازاي؟ وطعمه كمان كان في منتهى الجمال. عندي 3 كوبايات من الدقيق، ضفت عليهم 3 كوبايات من المية، وضفت عليهم كمان معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر و3 معالق من الزيت اهو بالشكل ده. بس للاسف الزيت ما تصورش. هضرب بقى الخليط كله مع بعضه وهصفيه كده بمصفى عشان لو في اي تكتلات ولا اي حاجه ما تنزلش. هسيب الخليط يرتاح حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق عندي صينيه هدهنها كده بالزيت دهنه خفيفه زي ما احنا شايفين اهو. همسح الزيت كده على خفيف عشان انا مش عايزه زيت كتير في الصينيه. هبدأ بقى اخد الخليط واحطه في الصينيه كده، والف الصينيه لفه كده بسيطه يمين وشمال، وافرد الكريب جواها اهو بالشكل ده. هستنى عليه شويه اول ما الحروف بتاعته تبدأ تنشف كده زي ما احنا شايفين اهو. هبدأ بقى اقلبه الناحيه التانية. تمام كده اهو، قلبته الناحيه التانية بمنتهى السهوله اهو. هنا خلاص كده كانت استوت وخلصت. تعالوا نعمل واحده كمان. هاخد كميه كده وهفردها في الصينيه بالشكل ده. اول ما الحروف هتبدأ تنشف معايا هقوم كده قلبها اهو. تمام كده. هعمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه واوريها لكم. هنا كنت خلصت الكميه كلها اهي اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه، من غير لبن ولا بيض ولا اي حاجه. تعالوا بينا بقى للحشوه. عندي ستريبس انا كنت عاملاه معاكم قبل كده ومنزلاه على الصفحه، وعندي خس، عندي فلفل رومي، عندي جبنه موتزاريلا وكاتشب ومايونيز. هناخد واحده كده ونقسمها نصين بالشكل ده، هنتنيها نصين كده. هحط بقى الكاتشب والمايونيز وهحط الستريبس. انتوا ممكن تعملوا اي حشوه، ممكن تعملوا جنبه بطاطس كمان، تحطوا جنبه بطاطس، ممكن تعملوا فاهيتا، ممكن اي حاجه نحشي بيها الكريب. هوزع بقى الخس والفلفل بالشكل ده. ممكن كمان نزود خيار مخلل، ممكن نزود طماطم، لكن انا استكفيت بدول بس النهارده. هحط بقى الجبنه الموتزاريلا وهرش عليها رشه من الكاتشب. هقفل بقى كده زي ما احنا شايفين. هاتني ناحيه وهاتني عليها الناحيه التانية في منتهى السهوله اهو. تمام كده اهو. سندوتش الكريب بقى تمام ومظبوط معايا ومقفول تمام. تعالوا نعمل واحده تانية. هاخدها كده اتنيها نصين، هفرد فيها الكاتشب والمايونيز. هحط الحشوه بتاعتي اي حشوه بقى انا عايزاها. انا حطيت هنا الستريبس، هفرد عليها الخس والفلفل، هحط الجبنه الموتزاريلا وهحط الكاتشب. هقفل بنفس الطريقه. هاتني ناحيه وهاتني عليها الناحيه التانية في منتهى السهوله. هعمل بقى كل الكميه وهاخدها علشان احمرها بقى في الطاسه او في الصينيه. تمام كده. جبت الصينيه بقى اللي انا كنت شغاله فيها، حطيت فيها شويه من الزيت بقى، شويه حلوين كده من الزيت، وهبدا احط الكريب علشان نحمره اهو. اول ما هيتحمر هقلبه على الناحيه التانية بالشكل ده اهو. اتحمر وبقى جميل. خلصت كل الكميه وطلعت معايا بالشكل الجميل ده، مقرمش من بره وطري من جوه، والحشوه كانت في منتهى الجمال. طريقه سهله وبسيطه، عملنا كريب المحلات في البيت. يلا جربوه وقولوا لي رايكم فيها ايه. شايفين الكريب عامل ازاي؟ مقرمش من بره وطري وجميل من جوه. يلا جربوه، وان عجبكم الفيديو لايك وشير.